اوعي كده يا سعاد كده، اوعي يا سعاد. في ايه يا حماتي؟ كان في 5000 جنيه هنا. 5 ايه؟ 5000. لا ما شفتش حاجه. يعني ما شفتش؟ مشيتي اللي بتروقي يا سعاد؟ والله ما شفت حاجه. بقول لك انا قبضها بالجمعيه النهارده الصبح من ام محمد وسحبتهم هنا اهو. بقول لك والله ما شفت حاجه، انا خلصت وروقت الكنبه ما لقيتش حاجه. امال مين اللي خدهم يا سعاد؟ ما اعرفش يا نهله، ليه انا حراميه ولا ايه؟ يعني اكيد انت اللي خدتيهم، انت اللي كنت بتروقي. هو في حد هنا غيري انا وانتي وبنتي؟ من امتى وانا باخد منك حاجه عشان اخدها دلوقتي؟ طب هي كانت هنا، اعمل ايه دلوقتي انا بقى؟ وانا برضو اعمل لكم ايه يعني؟ ما تشوفيها في اي حته تانية. طلعي ال 5000 يا سعاد ومش هقول لحد ولا اجيب سيره لحمه. ايه اللي انت بتقوليه ده يا حماتي؟ انا مش حراميه على فكره. شوفي مين. بصي يا سعاد، لو ما طلعتيش ال 5000 جنيه هطلعك بصي حراميه قدام الدنيا كلها. بيطلعيني قدام حراميه قدام الدنيا كلها لو سرقت منك حاجه. تعالى شوف مراتك. مراتك سرقت ال 5000 جنيه بتوع امك بتوع اتفرج، مش قلت لك بلاش تنزلني؟ اهو في الاخر طلعوني حراميه. ثواني بس عشان افهم. قبض الجمعيه الصبح 5000 يا احمد وحطيتهم هنا اهو، ومراتك اللي كانت بتروق مش لاقيه الفلوس. يعني معناها ايه يا اما؟ يعني هي اللي خدتها. بتسرقي مراتي يعني؟ امال يعني مين اللي خدهم؟ يعني انا غلطان ان انا نزلتها لك وجوب بنتك عشان تروق لك؟ بقى ايه يا احمد، غيرتك عليا ولا ايه؟ ده كلام برضه تقوليه؟ ده كلام؟ انا ما خدتش بس حاجه يا احمد. بقى على مين تقول لها طلعي ال 5000 بتوع امي؟ ياما انا عارف انا متجوز مين. وانت عارف امك ما تكدبش. يبقى انا سرقتهم يعني قصدك؟ ايوه طلعي ال 5000 جنيه. ياما الغلط عندي انا ان انا نزلت مراتي، انا عارف مراتي كويس وعارف تربيتها. ماشي هتطلع لما تاخد تجيب ال 5000 جنيه. وانا هطلع يلا ومش بنت هنزل قدام. هنا تاني. تشكري ياما انت وبنتك على اللي بتعملوه ده. يلا يا اخويا انت وهي مش عارفه وشكوا. خش يا سعاد. انا مش هنزل تحت تاني يا احمد عند امك يا احمد. ادي في الاخر بص يا احمد، اختك وامك بيتهموني بالسرقه. وانا مش مصدق اصلا كلامهم دوت. انا عارف تربيتك وعارف اخلاقك ومش محتاج ان انت تبرري لي. طب الله يخليك يا احمد، من هنا ورايح انا مش هنزل تحت تاني ومحدش فيهم يطلع لي اصلا. حقك لان الغلط عندي انا اللي نزلتك. خلاص ما تزعليش نفسك بقى وحقك عليا، واعملي حسابك مش هتنزلي تحت تاني. هو ده اللي انا عايزاه. خلاص بقى حقك عليا. شغاله خدامه في الاخر يتهموني بالسرقه ويطلعوني حراميه. قومي بقى روقي، قومي يلا غيري وانا هقوم اغير، وتعالي ننزل نتمشى تحت في الشارع شويه كده ونتعشى حتى تحت يا ستي. ماشي روقي بقى وحياتي عندك. الله يسامحك يا اما انت واختي، تسرقوا مراتي؟ يعني انا غلطان ان انا انزلها لكم وتشيل بنتك وهي موجوده كمان؟ الله يسامحك يا اما، الله يسامحك. هقول ايه بس، هقول ايه؟ استغفر الله العظيم يا رب. البس ايه؟ تلبس ايه ياض يا احمد؟ تلبس ايه؟ خد البنطلون دوت. ايه ده؟ ايه ده؟ فلوس ايه دي؟ يبقى دي الفلوس سعاد! ايه يا احمد في ايه؟ الفلوس دي بتعمل ايه في اوضتي؟ الفلوس دي بتعمل ايه في بنطلوني؟ هي دي الفلوس اللي انت خدتيها من امي؟ ما خدتش حاجه من امك يا احمد. امال دي ايه؟ هتنكري؟ الفلوس اهي و5000 جنيه برضه زي ما امي قالت. اخس، ما كنتش اعرف ان انت كده. صغرتيني قدام امي واختي. اعمل فيك ايه؟ حماتي. ايه يا احمد عامل ايه؟ اخباركم ايه؟ انا كويس، تعالي اتفضلي. انا كنت قريبه قلت ابص. تعالي اتفضلي، تعالي. كويس ان انت جيتي. تعالي شوفي بنتك الحراميه. ما تقولش حراميه بس. امال اسميه ايه؟ بنتي حراميه؟ تعالي بس جنب امك هنا كده. بنتي حراميه؟ اهي الفلوس اهي واخداها من امي. حماتي وبنتها اتهموني بالسرقه في 5000 جنيه وانا والله ما خدتهم. دي على فكره انت كمان بتقاوحي. دي كمان بتقاوحي. فلوس امي. فلوسي انا وشايلاها معاها. معلش بقى يا سوسو، بنرخم عليكي في تلقيمه الشاي دي، بس ماما مصدعك وانا مش قادره انزل بصراحه. الف سلامه عليها. طب خدي انت بقى اللي انت عايزاه قبل ما اشوف مين بيخبط. ماشي. الشاي عندك. ترى مين اللي جاي لها؟ هيكون مين يعني غير امها؟ وفي حد بيعبرها؟ ماما تعالي يا حبيبه قلبي، تعالي يا حبيبتي. ازيك يا سعاد؟ عامله ايه؟ الحمد لله. انت عامله ايه؟ كويسه؟
رجلك عامله ايه دلوقتي؟ والله لسه تعبانه يا سعاد. ما بتاخديش العلاج في ميعاده ولا ايه؟ باخده والله يا بنتي. التلقيمة شيئات كله من خير اخويا. المهم ايه يا حبيبتي؟ بصي 1000 جنيه اهي، حطيهم على الاربعه اللي معاك، يبقى كده 5. ماشي. ادعي لي اكمل بقيه الفلوس العمره. ان شاء الله تكملي. نفسي اروح على عمره يا بنتي، وبحوش معاكي عشان ان شاء الله ربنا يأذني واروح. باذن الله تروحي يا حبيبه قلبي. 5000 عايزه اعمل عمره لابوك الله يرحمه، واعمل عمره ليا يا رب. اكتبها لي واكتب لامك محمد. ربنا يديكي طولة العمر وتعمليها يا حبيبه قلبي. خدي كده بقوا 5. خلاص هشيلهم لك مع الفلوس التانية. انا همشي بقى، اتكل على الله. انت قاعده. لا معلش عشان الف ورايا مشوار. انت ما لحقتيش تقعدي بس ماشي. معلش يا حبيبتي. يلا عايزه حاجه؟ لا يا حبيبتي عايزه سلامتك. هي البنت اتأخرت كده ليه؟ ده كله عشان تجيبي تلقيمة شاي؟ تلقيمة شاي؟ باكل حلاوه. مرات اخوك اللي حنت عليك واديتهولك؟ مرات اخويا ايه؟ سيبك بس من الشاي، عايزه اقول لك على حاجه. خير. الحلوه مرات اخويا امها بتعين معاها فلوس عشان العمره. مين ايه؟ بتعين معاها فلوس عشان العمره، جات لها فوق وادتها 1000 جنيه وقالت لها كده يبقى معاكي 5000 جنيه. هي الولية دي كل يوم هنا؟ كل يوم تغلع وطالع هنا في البيت؟ بتحوش في بيتنا كمان، واحنا قاعدين كده زي القراطيس مالناش اي 30 لازمه. حوش. ماشي. انا بقى هقطع رجلها هي، وممكن بقى كمان بنتها كمان. ده هي امها بتحوش عشان تطلع عمره؟ وانا بقالي قد ايه عمري كله مش عارفه احوش جنيه عشان اطلع عمره. وهي دي بتجيب الفلوس منين؟ مش عارف. ماشي. انا بقى هقطع رجلها من هنا خالص. اصبرش. تعملي ايه يا ماما؟ افكر. 5000 جنيه. ماشي. انا شايلاها معاها امانه، بحوش معاها عشان اطلع عمره يا ابني. كل شهر كانت بتديني 1000 لحد ما بقى 5، وقالت لي مش هاخدهم منك الا لما يكملوا عشان ما يصرفوش مني. على فكره يا احمد ما تظلمش بنتي. والصدفه اي هم امك على فكره، امك واختك عارفين ان امي شايله معايا فلوس، عشان كده لما قالوا فلوس اتسرقت منهم قالوا نفس المبلغ اللي معايا عشان لما تشوف الفلوس تعرف ان بتاعتهم. يعني انت هتكدبني يا احمد؟ يعني انا كدابه؟ بتكدبني يا ابني؟ انا بنتي اصيله مربياها على الاصل والاحترام، تقول عليها حراميه؟ انا همشي معاكي، مش كفايه ان امه واخته كمان اتهموني بالسرقه، لا وجوزي كمان. لا هو عشان فاهم غلط. يا سعاد انا غصب عني، انا اعذريني. هاخد فلوسي معايا واحوش مع نفسي. انا غلطانه يا ستي اللي حوشت معاك، ما اعرفش ان هيعملوا معاكي كده كل ده عشان بحوش معاكي. في ايه؟ حط نفسك مكاني يا حماتي. دلوقتي اصلا امي بتكلمها ان هي اصلا خدت فلوسها وبتقول لها 5000 جنيه، وانا اطلع افتح الدولاب الاقي 5000 جنيه برضه في دولابي ما اعرفش عنهم حاجه. ما ينفعش تقول على بنتي حراميه. اخته حط نفسك مكاني عشان اختك عارفه ان انا بقى امي بتحوش معايا، اكيد هم بقى اللي اتفقوا يعملوا لي الحوار ده. يا ابني هم بيكرهوها ليه؟ عامله لهم دي غلبانه، دي اصيله، هي عمرها حشت نفسها على امك، على طول بتنزل تعملها كل حاجات، مع ان المفروض بنتها اللي تعملها مش هي. ياما انا عارف، ياما انا عارف ان بنتك بنت اصول، وانا عارف انا متجوز من انسانه كويسه وبتخاف ربنا، بس غصب عني برضو الشيطان افتح دولاب الاقي فيه فلوس انا ما عنديش علم بيها. هي بتعامل امك ليه كويس؟ عشانك انت. ممكن تقول لها مش هعمل، عندك بنات، بس عشان ترضيك انت بترضى امك وما بترضاش تقول لها لا. ما ينفعش يا احمد. سامحيني يا سعاد، غصب عني، وانت حط نفسك مكاني، شوف الموقف عامل ازاي. معلش هشيلهم لك تاني مكانهم. لا انا اخدهم بقى يا ست واحوش مع نفسي، وبعد كده تبقى تعرفي جوزك كل حاجه بتحصل وبيدور بيني وبينك. انا مش بيني وبينك اسرار. قولي له ان امي بتحوش معايا، اديك اتهمتي زوره وينفع كده؟ حقك عليا. والله يسهل لها بقى حماتك وبنتها، مش عارفه عايزين منك ايه؟ مستخسرين عيشتك ليه؟ في ايه؟ خلاص انزل بقى هات لي حقي من امك. خلاص بقى، ما هي امه برضه، هيعمل ايه لامه يعني؟ الله يسهل لها. ما تزعليش نفسي. انا نفسي اعمل عمره، ما انت عارفه بحط الفلوس في البيت بتتصرف، قلت احوش معاك خلاص. اعرف اللي هيجرى ده وانا كله. حقك هجيبهولك. السلام عليكم. استغفر الله العظيم يا رب. معلش يا بنت حقك عليا. خلاص يا امي انا هشيلهم لك مكانهم. انا والله العظيم ما عايزه اعمل لك مشاكل. انا هشيل، اقول لك هعمل في حطهم في المحطه. لا سيبيهم انا هقوم اشيلهم، والله هشيلهم لك. استغفر الله العظيم يا رب. ماما هم سكتوا ليه؟ كانوا عاملين له الليله جامده. انا مش عارفه. يكونش كرشها؟ ممكن يكون اداها على دماغها ومشاها. تفتكري؟ يا ريت خلينا نخلص منه. يا ترى مين؟ احمد تعالى. احمد تعالى يا احمد.
اديت على دماغها، اكيد اكدت ان هي حراميه صح؟ خلصت الكلام عندك ياما؟ اه خلصت. وانت ما عندكيش حاجه تقوليها؟ لا انت، انا سامعاكم بتتخانقوا. انت المفروض ان انت شفت الدليل بعينيك. انا عايز اقول لك كلمه واحده بس. قولي يعني امك اتاكدت، انا عارفه. قول. ان داين تدان ياما. عارفه يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني زي ما عملتي مع مرات ابنك، حمات بنتك برضه هتعمل في بنتك كده. ليه هي حد داين قالك ان انا تدان. حراميه؟ اصل انت اختي وهي امي. هقول لكم ايه؟ ولو تفتها هتفتها في عيبي، في عيب ان انا اقول كلام ما ينفعش اقوله واتحاسب عليه ان انا بكلم امي بالطريقه ديت، عشان انا بخاف ربنا. انا لا مش زيك جريتي على امك وقلت لها مرات اخويا معاها فلوس، امها شايلاها معاها صح، وراحت امك مخططه معاك الخطه، ها نسرعها عشان نطفشها من البيت ونمشيها صح؟ ها عايزين اسيب لكم البيت وامشي كله وتجيبي عيالك وتجيبي جوزك وتاخدوا الشقه اللي انا قاعد فيها؟ ايه رايك؟ هيريحك؟ هتكوني مبسوطه ياما؟ انت كل حاجه عمال تيجي على اختك، على اختك في ايه يا احمد؟ باجي على اختي عشان هي غلط وانت اللي بتعلميها الغلط دوت، بدل ما تقولي لها عيب وحرام واتقي ربنا. مرات اخوكي كويسه ومحترمه وبتخاف ربنا وصاينه اخوكي. بقول لك ايه، يا مرتك كنت كل شويه تجيب امها في البيت عندها، كل شويه امها طالعه ونازله. ما تجيبها يا لا ما تجيبهاش. ما تجيبها. هو البيت ملوش بواب ولا ايه؟ ايه المشكله يعني لما حمات ابنك تجي له بيته ونقوم معاها باحسن واجب، عشان هي دي اخلاقنا اللي احنا اتربينا عليها، بنعمل الواجب مع الغريب والناس اللي ما نعرفهاش، يبقى اللي مننا نعمل معاه كده ياما. عيب قوي والله العظيم، 3 صغرتيني قدام حماتي وقدام مراتي، بدل ما انت تكبريني صغرتيني قوي. بس تشكري ياما، تشكري وامشي ورا دماغ بنتك، وانت مهصي الدماغ واحده ياما. الله يسامحك انت واختي. كل حاجه بنتك بنتك بنتك. ايوه انت اللي وديتيني في داهيه. انا عملت حاجه؟ انت اللي نزلتي قلتي لي بتعمل وبتسوي امها بكذا كذا، خليتيني اقوم حريقه اهو. وانت كان حد قال لك تمشي ورايا؟ انا مالي؟ ده انت شطان يا بنت انت. طالعه لمين؟ ما اكيد طالعه لامك.